السلام عليكم. اليوم الدرس جميل جدا إن شاء الله، لأنه طلب كثير. 100 عبارة عن الحب والغرام وغير ذلك في الباشتو. هيا الأول: السلام عليكم. هذا عام، كل مسلم في كل أقوام في كل بلدان يقولون السلام عليكم، لكن بعد السلام في العربي في كلمة مرحبا أيضا. نحن عندنا كلمتنا مرحبا، سلام 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 سلام، طولة سلام، طولة سلام، يعني السلام مرحبا للجميع، مرحبا للجميع. سحرمو بخير، سهرمو أو سهارمو بخير، سهارمو بخير يعني صباح الخير. دير وقت ورستمي ولدلي، دير وقت ورستمي ولدلي، يعني قد رأيتك بعد وقت طويل أو بعد مدة طويلة. ستا پلیدو خوشحال شوم، ستا پلیدو خوشحال شوم، سررت بلقائك. رستا سروينو، رستا سروينو إلى اللقاء، أو سنرى بعد، ثم سنرى بعض. دير زربة سروينو، إن شاء الله نرى قريبا، قريبا نرى قريبا، نلتقي قريبا. ده الله بامان، ده الله بامان يعني في أمان الله، في أمان الله. سبابة تاوينم، سبابة تاوينم يعني سنراك أو سأريك غدا إن شاء الله، أو أراك غدا إن شاء الله، أو نلتقي غدا إن شاء الله. أراك غدا أحسن، أراك غدا إن شاء الله. ديرا مننا، ديرا مننا يعني شكرا جزيلا، شكرا كثيرا. ديرا مننا كلمة عندنا مشهورة جدا جدا، وكل البشتونيين صغير كبير عجوز شاب بنت، كلهم كل البشتونيين يحبونها هذه الكلمة. إذا تريد البشتونيين يحبوك فقولوا لهم بعد كل خدمة صغيرة قل لهم ديرا مننا، ديرا مننا يعني شكرا جزيلا. هذه الكلمة جميلة جدا، كل البشتونيين يحبونها ويقولون للبعض ديرا مننا يعني شكرا جزيلا. زما تخوخي أنا أحبك، زما تخوخي أنا أحبك. تديري توكي كوي، تديري توكي كوي، أنت تمزح كثير، إنك تمزح جدا. تديري توكي كوي، توكي يعني مزح. تبزربوري، تبزربوري، إنك رائع، ما أروعك، كما نحن نقول ما أروعك، أنت رائع، أنت رائع، أو إنك تبدو رائع. تدير خكولي، تدير خكولي، أنت جميل، إنك جميل جدا، إنك جميل جدا. تدير خكولي، إنك جميل جدا. أما للبنت ستقول تدير خكولي، تدير خكولي، إنك جميلة. دير مذكر، دير مؤنث. أو هكذا أيضا تدير خايستي، خايستا أيضا يعني جميل، خايستا مثل العربي جميل وحلو، حلو حلو، أنت حلو، حلو يعني أنت جميل. تدير خايستي أنت جميل. تدير خكولي أنت جميل. تدير خايستي أنت جميلة. تدير خكولي أنت جميلة. نفس تاسو دير خكولي ياست، تاسو دير خكولي ياست، أنتم جميلون جدا، أنتم جميلون، أنتم حلوين. سوريين يقولون أنتم حلوين، أنتم
شنو انتوا حلوين، انتوا حلوين. آیا ته زما سره مینه کوي؟ آیا ته زما سره مینه کوي؟ هل انت تحبني؟ هل انت تحبني؟ آیا ته زما سره مینه کوي؟ هذه الكلمات إذا تعلمتها وقلت للبشتوني فعندنا كلمة، عندنا عبارة يقول ستشتريه هذا، كأنك اشتريته، وابا مخلي يعني ببيسوبة مواخلي، كأنك اشتريته في كله في هذا الكلام. يعني هو صار ألاك. هو البشتون يعني صحيح قاسي، لكن قلبه من قلب البشتونيين ليسوا بقاسيه. البشتون قاسي هكذا من شكل الموضة النوع هكذا، سبحان الله، مبين يعني كأنه هو قاسي، إنسان قاسي ولا يحب المحبة، ولا قلبه مثل موم. يعني هذا كلام إذا قلت لواحد بشتوني كأنك اشتريته. آیا ته زما سره مینه کوي؟ أنت تحبني؟ هل أنت تحبني؟ كما يقولون في إنجليزي do you love me؟ زه تا سره ډیره زیاته مینه کوم. زه تا سره ډیره زیاته مینه کوم. أنا أحبك كثير جدا. أنا أحبك كثير جدا. إذا قلت زه تا سره ډیره مینه کوم يعني أنا أحبك جدا. إذا قال زه تا سره ډیره زیاته مینه کوم يعني أنا أحبك كثير جدا. زه تا سره مینه کوم، أنا أحبك. زه ستا سره مینه نکوم، أنا لا أحبك. زه ستا سره. هذه الكلمة تعلموها، لكن يعني خلوها في مخكم ولا تأتوا بها في أفواهكم، لأنها ليس جميلة في أي لغة. يعني أنا مجبور أعلمكم، لكن لا تقول له أي واحد في أي لغة أنا لا أحبه، ستكسر قلبه. زد سره مینه نکوم، أنا لا أحبه. زد هغنه نفرتكم، أنا أكرهه. هغنه زد هغنه نفرتكم، أنا أكرهه. بعض عبارات أنا مجبور أقول لكم، لكن بس تعلموها ولا تستخدمونها، عذرا وليس أمرا. زما ته ډیر یادېږي، زما ته ډیر یادېږي. مشتاق لك، أنا مشتاق لك. بعض العرب يقولون مشتاق لك، بعض يقول وحشتني وحشني، وهكذا مصري. زما ته ډیر یادېږي. مشتاق، أنا مشتاق لك جدا. ډیر هنا ډیر يعني جدا. زما ته ډیر یادېږي، أنا مشتاق لك جدا. ستا نوم څه دی؟ ستا نوم څه دی؟ ما هو اسمك؟ ما هو اسمك؟ ستا نوم څه دی؟ ما هو اسمك؟ زما نوم قربان دی. زما نوم قربان دی. أنا اسمي قربان. د هغه نوم څه دی؟ أو د هغه څه نوم دی؟ ما اسمه؟ ما هو اسمه؟ أو ما اسمه؟ د هغه څه نوم دی؟ د هغه نوم څه دی؟ د هغه نوم قریب دی. د هغه نوم قریب دی. اسمه قریب. ته د کوم وطن یې؟ ته د کوم وطن یې؟ من أين بلد أنت؟ أو من أين أنت؟ زه أفغان یم. زه أفغان یم. إذا قال لك زه أفغان هو قصده كثير أفغانيين لا يقولون أنا من أفغانستان، كثير يقولون زه أفغان یم. وفي عندنا بشتو خصوصا في لهجتنا نحن لا نحب نطول كلام، نحن نحب كلام قصير نقول، لا نحب نحكي كثير يعني نطول كلام. كما يقولون مثلا في غير ولايات حتى بالفصحى، سأعطيكم مثال، يقولون أنا يعني
تعال لكي أذهب إلى البازار، تعال أعطيني مصاري بابا لكي أذهب إلى البازار، أو تعال خذ نقود يا ابني لكي تذهب إلى البازار. نحن نقول في بغير ولايات حتى بالفصحى بشتو يقول زر راشا چنا وقتکی کی در باندې چې پیسې واخلي. نحن نقول زر راشا نا وقتکی کی در باندې، راشا نا وقتکی کی در باندې. نحن نقول راشا نا وقتکی کی در باندې. هغو هم يقول زر راشا چې نا وقتکی در باندې، چې لا نقول قصيرة. فنحن نقول ذا أفغانيا، أفغانيا أنا من أفغانستان، وبعض يقولون أنا من أفغانستان هكذا. تتوكي تتوكي، إذا قلت هيك بالغضب تتوكي، كأنه واحد يدخل في كلامك وأنت لا تحب يدخل في كلامك أو في خصوصياتك وأنت تقول تتوكي، هذا غضب. يعني من أنت؟ ما إنها ليس من مصلحتك، ليست شغلتك، ما شغلتك. وإذا قلت له تتوكي يعني من أنت؟ يعني قصده وأنت من وين؟ بالحب، يعني حسب الوجه. إذا قلت له تتوكي هذا غضب، قلت له تتوكي أو تتوكي يعني وأنت مين؟ وأنت من؟ يعني وأنت من؟ يعني وأنت من أين؟ أنا قد قلت لكم من قبل بشتونيون لا يحبون يعني يطول في الكلام، يحبون كلام قصير. لهذا السبب جملة قصيرة يقولون زه یو زده کوونکی یم، زه یو زده کوونکی یم، زه یو زده کوونکی یم. أنا واحد طالب المدرسة يعني student. زه په روغتون کې کار کوم، زه په روغتون کې کار کوم. أنا أعمل في المستشفى. ته د کوم هیواد یې؟ ته د کوم هیواد یې؟ نفس معناها ولكن سؤال مختلف. أنت من أي بلد؟ من أين أنت؟ أنت من أي الدولة؟ هواد يعني بلد، دولة. زه د أفغانستان یم، زه د أفغانستان یم، أنا من أفغانستان. څو کلن یې؟ انظر څو کلن یې يعني كم عمرك؟ څو کلن یې؟ هذه الكلمة كثير الناس حسب علمي النساء بنات نسوان كلهم بشكل عام لا يحبونها. إذا تقول لهم في أي قوم في أي بلد، إذا تقول للبنت كم عمرك، هي لا تحب تسأل هذا الشيء. وفي بعض الناس الرجال الشباب أيضا لا يحبونها، أنت تسأل عن عمره وتقول له كم عمره. فأنا كما قلت لكم أنا مجبور أعلمكم، لكن أنا يعني مني مشورة لكم لا تقولون كثير، لا تسألون الناس عن عمري، تسألني ما هو عمرك. هم لا يحبون كثير الناس. تسألني كم عمرك، هكذا تستطيع تسأل تسألني كم عمرك، أو تسألني يعني أنت كم عمرك، أو تقول له ستا عمر څومره دی، كم عمرك، ستا عمر څومره دی، كم عمرك. زما عمر 23 کاله دی، زما عمر 23 کاله دی، أنا عمري 23 سنة. اوس څه وخت دی، اوس څه وخت دی. كم الساعة الآن، كم الساعة الآن، أو هكذا أسأل كم الساعة الآن. څو بجې دي، څو بجې دي، كم الساعة، كم الساعة، څو بجې دي يعني كم الساعة. نن زما سره وخت نشته، نن زما سره وخت نشته. اليوم ليس لدي وقت، يعني لست فاضي.
سبا زما د زیږیدنې ورځ ده خو زه یې نه لمانځم. سبا زما د زیږیدنې ورځ ده خو زه یې نه لمانځم. غدا يوم المولود يعني لكن أنا لا أحتفل. غدا يوم عيد ميلادي لكن أنا لا أحتفل. أنا لن سأحتفل. أنا لا أحتفل عيد ميلادي. كثير الناس حتى أنا لا أعلم يوم عيد ميلادي ما هو، بس أمشي مع هويتي. يعني بالهوية ليس نظامي 100%. حتى شهر مو نظامي، السنة تمام. خ رخصتي ولري. خ رخصتي ولري. أتمنى لك العطلة مريحة وعطلة جيدة. خشبة ولري تصبح على خير. خشبة ولري. خشبة ولري تصبح على خير. خوختنا. خوختنا. خوختنا يعني لك أوقات جيدة. لك أوقات جيدة، هذا معناها لغوية. خوختنا أوقات جيدة، معناها خ يعني جيد، واختنا أوقات زمن، لكن خوختنا يعني أنا أتمنى لك أوقات جيدة. سپردی بخیر. سپردی بخیر. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. في أمان الله. مع السلامة. أو أتمنى لك سفر جيد. سحردی بخیر. سحردی بخیر. صباح الخير. صباح الخير. سحردی بخیر. ماخام بخیر. ماخام بخیر. مساء الخير. مساء الخير يعني ماخام بخير. شپدی بخیر. شپدی بخیر تصبح على خير أو ليلك سعيدة. خي جاري. خي جاري يعني خي يعني جيد، وجاري يعني أفعال أمور. يعني خي جاري لغوية، معنى لغوية يعني أفعال أمور جيدة، لكن أنا قصده، أنا قلت لكم نحن البشتونيين لا نحب كلام طويل. لا نحب نطول في الكلام. نحب خير الكلام ما قل ودل. أنا لا أقول أنا يعني هنا ليس قصدي أنه غير أقوام هكذا، لا، أو أنا نحن هكذا، لا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن قصدي في لغتنا، انظر، خي جاري. خي جاري معناها لغوية يعني أفعال جيدة. أفعال جيدة، أمور جيدة. معناها خي جاري هذا لما واحد يودعك، يذهب منك، يسافر، تقول له خي جاري. أو مثلا تمر على دكان صاحبك أو قرايبك، تقول خي جاري، يعني أتمنى لك أمور جيدة، أمور سعيدة، أوقات سعيدة. نن کومه ورځ ده؟ نن کومه ورځ ده؟ ما هو اليوم؟ اليوم نن د پنجشنبه ورځ ده. نن د پنجشنبه ورځ ده. اليوم يوم الخميس. نن د پنجشنبه ورځ ده. اليوم يوم الخميس. زه نن ډیر بوخت یم. زه نن ډیر بوخت یم. زه نن ډیر بوخت یم. اليوم أنا مشغول جدا. اليوم أنا مشغول جدا. تا نن څه کار وکړ؟ تا نن څه کار وکړ؟ اليوم أنت ماذا فعلت؟ اليوم ماذا فعلت أنت؟ سبا د چهارشنبه ورځ ده. او غدا، عفوا، سبا د جمعې ورځ ده. سبا د جمعې ورځ ده. غدا يوم الجمعة. غدا يوم الجمعة. تبا سبا څه کوي؟ تبا سبا څه کوي؟ ماذا سوف تفعل غدا؟ ماذا سوف تفعل غدا؟ ته غواړې چې نن څه وکړې؟ ته غواړې چې نن څه وکړې؟ یا ته نن څه غواړې چې وکړې؟ يعني ماذا ستفعل اليوم؟ أو
هل تريد تفعل؟ هل تريد تعمل؟ هل تريد تصنع شيء؟ ماذا ستصنع اليوم؟ هل تريد تصنع شيء اليوم؟ ستصنع شيء اليوم؟ هكذا. زه غواړم چې د خپل پلار سره وینم. زه غواړم چې د خپل پلار سره وینم. يعني أنا أريد لكي ألاقي مع أبي. أنا أريد لكي ألاقي مع أبي، أو سأريد اللقاء مع أبي. سأريد اللقاء مع أبي. لكن أنا في لهجتي أقصر من هاي. نحن أيضا نقطع السارة. أيضا نحن نقول زه غواړم چې پلار وینم. زه غواړم چې پلار وینم. سارة نقطع. زه غواړم چې پلار وینم. أنا سأريد اللقاء مع أبي. مهرباني وکړه ته لږ ورو خبرې کولی شي. مهرباني وکړه ته لږ ورو خبرې کولی شي. مهرباني وکړه ته لږ ورو خبرې کولی شي. بعد إذنك أو إن تسمح هل تستطيع تكلم شوية أو تكلم ببطء. هل تستطيع تكلمني ببطء. مهرباني وکړه ته تکرارولی شي. مهرباني وکړه ته تکرارولی شي. هل تستطيع تكرر لي هذا بعد إذنك أو بعد إذنك أو لو سمحت هل تستطيع تكرر لي هذا. هل تستطيع تكرر لي هذا لو سمحت. مهرباني وکړه ته تکرارولی شي. مننه به دې وي که تکرار کړي. مننه به دې وي که تکرار کړي. سأكون مشكورا لك أو مشكورا لك لو كررت لي فأكون مشكور لك. مشكور لك لو كررت لي. لو أكررت لي أو لو كررت لي. مننه به دې وي که تکرار کړي. سأكون أنا مشكور لك لو أكررت لي. مننه به دې وي. آیا ته دا صحیح تلفظ کولی شي؟ مننه به دې وي. آیا ته دا صحیح تلفظ کولی شي؟ سأكون مشكورا لك. لو سمحت هل تستطيع تلفظ لي هذا صحا أو صحيحا؟ أنا سأكون مشكور لك لو أنطقت لي هذا اللفظ بشكل صحيح. مننه به دې وي. آیا ته دا تلفظ صحیح تلفظ آیا ته دا صحیح لفظ کولی شي تلفظ کولی شي؟ دا راته ولیکه. هذا كلمة طويلة قليلة فتحت. دا راته ولیکه. يعني اكتب لي هذا، اكتب لي هذا، اكتب لي هذه، أو اكتب هذه لي. هكذا أيضا. دا راته ولیکه. اكتب لي هذا. د دې معنی څه ده؟ د دې معنی څه ده؟ ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ أو ما هو معناه؟ أو ما هو معناه؟ أو ما يعنيه؟ د دې معنی څه ده؟ ما هو معناه. په معنی پوه نشوم. أنا لم أفهم بمعناه. أنا لم أفهم بمعناه. په تشریح پوه نشوم. أنا لم أفهم بشرحه.
أنا لم أفهم بشرحه. تنجي. أنا حسب علمي الكلمة قوية جدا. الذي رأيته غير البشتونيين، أقوام غير البشتونيين الذي يتعلمون بسرعة جدا هذه الكلمات. ديرا ماننا يعني مشكور، شكرا جزيلا. أو تنجي يعني كيف حالك. تنجي يعني كيف حالك، شلونك، ازيك. تنجي. أو في باكستان سنجي يعني نفس، هم يقولون بالسين. تنجي كيف حالك. خيم. أنا منيح، زين، الحمد لله، أنا بخير. خيم أنا بخير، زين، منيح. خيم. زنن دير خوشحاله یم. ډیر ستړی یم. أنا عفوا زنن دير خوشحاله یم. اليوم أنا مسرور جدا. أنا مبسوط. اليوم أنا مبسوط جدا. ډیر ستړی یم. تعبان، متعب. تعبان، أنا تعبان. زه ډیر خفه یم. اليوم زه ډیر خفه یم. أنا حزين جدا. پریشانه یم. أنا مهموم. أنا مهموم. تبه مې ده. الحمى علي. أو واحد لما يكون بردان من أجل الحمى. تبه مې ده. أنا اليوم حمى علي، بردان، حمى مسكتني. سینه مې خوږیږي. صدري توجعني. صدري تؤلمني. سینه مې خوږیږي. صدري تؤلمني. ډیر تکلیف کې یم. أنا في حالة ضيقة. في حالة ليست جيدة. اندېښنه مکوه، لا تقلق. مخفه کېږه، لا تحزن. لا تحزن، إن الله معنا. الله مهربان دي. نحن نقول بالبشتو كثير جدا. الله مهربان في كل شغلات تقريبا. نقول الله مهربان دي، يعني رب رحيم معناها، يعني كما يقولون العرب الله كريم، أو الله رب واسع كريم، هكذا. الله مهربان دي يعني رب رحيم، الله رحيم. يعني يقول له هكذا لكي لا يحزن هذا المريض صديقه وأخوه أو قرايبه. الله مهربان دي، رب كريم. څه ماذا تريد. څه وش تبغي. څه إيش بدك. څه شو بدك. څه شنو تريد. څه ماذا تريد. تجي. أنا عطشان. أنا عطشان. أنا عاطش أو عطشان. تجي. وبراكرا. تجي. أنا عاطش، عطشان، وبراكرا. تجي وبراكرا. أعطيني الماء. وبراكرا. تجي. وجيم دودي راكرا. أنا جوعان، أنا جائع، أعطيني خبز. دوري نحن نقول خبز، لكن هو ليس قصده هو يريد منك فقط رغيف من الخبز، لا. وجه دوري راكرا. واحد يقول أمي يلا بسرعة، إذا بالعربي قلت أمي يلا بسرعة جوعان أعطيني خبز، لا
لا يزبط. هم يقولون أعطيني طعام، لكن نحن نقول دوري راكا هنا قصده يعني كل الطعام، أعطيني طعام. إذا فقط أعطيته خبز رغيف هو سيكون معسب، هو سيعسب عليك، سيقول إذا قلت له لا، أنت قلت لي أعطيني دوري راكرا. دوري راكرا يعني أعطيني خبز. دوري عندنا في البشتو يعني خبز، لكن هو قصده كل الطعام، يعني مع كل شيء، مع ماء ومع أي شيء، مع الطبخة. يعني هو لا يريد فقط الخبز، لكن هو تعبان يحب كلام قصير أو دوري راكلا. وببدل طعام نحن نقول أيضا روزي. روزي راكا، روزي. وجايم دوري راكلا، أنا جائع، أنا جائع، إني جائع، أعطيني خبز، أعطيني طعام. درمل أخرى بيا، درمل أخرى بيا، درمل أخرى بيا. ثم كل الدواء، ثم كل. في العربي لا، العرب لا يقولون كل الدواء، هم يقولون اشرب دواءك. لكن نحن نقول دوادي أخرى. أخرى يعني يأكل. نحن لا نقول اشرب دواءك، نحن نقول أكل دواءك، علاجك. خورل يعني أكل، يعني يأكل. أخرى يعني أكل. درمل أخرى بيا يعني معناها في العربي ثم اشرب دواءك، لكن معناها لغوية ثم كل دواءك. البشتونيون في لغتهم لا يقولون قصده أنه أنت اشرب دواءك. للبشتوني ستقول كل دواءك. في العربي لا تقول له، لكن في البشتو دوادي أخرى، دوادي أخرى يعني أكل دواء علاجك. نحن هكذا كي تعلم. تشايتسكي، تشايتسكي، تشايسكي يعني هل تشرب الشاي؟ تريد تشرب الشاي؟ تريد تشرب الشاي؟ تسكي، تسخي، سكي، كلهم نفس. تشايتسكي. وبابا هم داركرم، وبابا هم داركرم، وبابا هم داركرم. سأعطيك الماء أيضا، سأعطيك الماء أيضا. وستجانيم، وستجانيم. الآن لست عاطش، الآن لست عاطش، لست عطشان. نن ماخام غواري توخري، نن ماخام غواري توخري، نن ماخام غواري توخري. اليوم المساء في المغرب، يعني ماذا اليوم في الأمس، ماذا ستأكل؟ ماذا ستأكل اليوم المساء؟ نن ماخام غواري توخري. زمورشم أو تاسو، زمورشم أو تاسو، زمورشم أو تاسو. أنا قد شبعت، أنا شبعت وأنتم، أنا شبعت وأنتم، يعني أنا شبعت وأنتم، هل أنت شبعت؟ زرير وقايم، زرير وقايم. أنا جائع جدا، أنا جائع جدا، أنا جائع جدا. غارم توخرم، غارم توخرم، غارم توخرم. ماذا سآكل؟ أحيانا الإنسان هكذا يفكر، ماذا سآكل؟ يسأل ماذا سآكل؟ تخور الغواري، تخور الغواري، تخور الغواري، ماذا ستأكل؟ صلاة راكا، صلاة راكلا، لا أيضا وراكا، ليس راكرا، را لا، لا تقول صلاة راكرا، لا، راكلا، لا 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 لا، صلاة راكلا، لا. إن لن تستطيع تقول راك لا 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 لا. قل صلاة راكا، كا،
أعطيني السلطة، أعطيني السلطة. سبحان الله، لما واحد يكون مريض أيضا يستطيع يأكل سلطة والفواكه، لهذا يريد. ما مخکې خوراک کړی دی، ما مخکې خوراک کړی دی. أنا قد أكلت قبلا. سبقتك مثلا، سبقتك. أنا قد أكلت قبلا. ما مخکې خوراک کړی دی. غواړم چې مکروني وخورم، غواړم چې مکروني وخورم. أريد آكل مكروني، معكرونة بالبشتو، مكرونة بالتركي عفوا. غواړم چې مکروني وخورم. أريد أن آكل معكرونة. منيو لري، منيو لري. هل عندكم المنيو، جدول الورقة في المطعم الذي فيه أسماء الأكلات، مأكولات ومشروبات. ز ريستورانت زم. أنا رايح إلى المطعم، أنا ذاهب إلى المطعم. وس وجه نيم. الآن لست جائع. مهرباني وکړه منیو راوړه. مهرباني وکړه منیو راوړه. بعد إذنك احضر لي المنيو. بعد إذنك، أو لو سمحت احضر لي المنيو. صبا خوري، ماذا ستأكل؟ صبا خوري، ماذا ستأكلون؟ خوري للجمع، كلمة للاحترام. هو شخص واحد، لكن في المطعم يقول له، يسأله أنه ماذا ستأكلون؟ كلمة احتراما له. صبا خوري، ماذا ستأكلون؟ مهرباني وکړه د ځای نیولو نه مخکې ټلیفون وکړه. مهرباني وکړه د ځای نیولو نه مخکې ټلیفون وکړه. مهرباني وکړه د ځای نیولو نه مخکې ټلیفون وکړه. بعد إذنك، لو سمحت اتصل بنا قبل ما تأتي وتأخذ مكان، تأخذ الطاولة. قبل ما تأخذ الطاولة اتصل بنا. يمكن ربما من عجأة، من زحمة، من كذا أسباب. څمو وخوړل. ماذا أكلتم؟ څمو وخوړل. ماذا أكلتم؟ هر څه. كل شيء. هر څه. څمو وخوړل. ماذا أكلتم؟ هر څه. كل شيء. هوا څنګه ده؟ كيف الجو؟ كيف الإقليم؟ نن هوا څنګه ده؟ اليوم الجو، كيف الجو اليوم؟ كيف الإقليم اليوم؟ كيف الجو اليوم؟ نن هوا څنګه ده؟ كيف الجو؟ نن هوا ډیره ښه ده. اليوم الجو جميل. اليوم الجو حلو. اليوم الجو زين. نن المر روخانه دي. اليوم مشمس. أو اليوم الشمس مضوي. اليوم الشمس منور. نن باران نشتا. اليوم لا يمطر. اليوم المطر لا ينزل، لا يسقط المطر اليوم.
نن وريزدا، أما في باكستان يقولون نن وريزدا، يعني اليوم غيم، اليوم غايب، اليوم غايب. نن هوا باكدا، اليوم الجو صافي، نن خايستا موسم دي، اليوم الجو جميل. فهذا هو الدرس اليوم، 100 عبارات عن الحب والغرام وغير ذلك. إن شاء الله في المستقبل أحسن من هذا وأجمل من هذا. الدعم عليكم. السلام عليكم. تكاسلت، عندي وقت، لا أقول لا عندي وقت، عندي وقت. يعني كنت كل أسبوع كل درس الدروس الواقع كنت أصور وأنشر، لكن لما أنظر إلى لايكات ومشاهدات والدعم ضعيف جدا، لهذا السبب تكاسلت. فهذا عليكم، إن تريدونني أنشط كل أسبوع أقدم لكم الدرس، فعليكم بالدعم. تعلم مع قربان أفغان إن شاء الله قريبا الدروس إنجليزية أيضا إن شاء الله. السلام عليكم.